حتى هتلاقوا هنا مثلا اسامي المحلات بتبقى مكتوبه بالانجلش او العربي، وساعات بالروسي كمان اهو. ادي الاسامي كلها مكتوبه بالروسي. شايفين ده كمان ده ممر او ممشى للعجل، الناس اللي بتسوق عجل تقدر تمشي في الممر ده جنب الشارع اهو. فهنا منظمين المدينه يبقى فيها ممر او ممشى للعجل. عشان كده بحب شرم الشيخ، من اكتر المدن اللي في مصر اللي ممكن احب ان انا اعيش فيها بعيدا عن القاهره. يعني لو فكرت ان انا اعيش في مدينه ثانيه بعيد عن القاهره، هختار ان انا اعيش في شرم الشيخ، ان هي مدينه وفي نفس الوقت جوها حلو، مدينه نظيفه جدا منظمه. بص اهو الممر اللي بقول لكم عليه معمول عشان العجل، فالناس بتبقى سايقه عجل عادي اهو. الى حد ما مدينه منظمه جدا، فمن المدن اللي انا احب اعيش فيها، ومدينه نظيفه جدا، امان جدا، عشان هنا السياحه فيها سياحه بشكل كبير جدا، فيها اجانب عايشين هنا من جنسيات مختلفه، فامان جدا. الشرطه في كل مكان، المدينه امان نظيفه، من احلى المدن اللي في مصر حرفيا. ده غير ان جوها بقى البحر الاحمر، وان هي محاطه بالجبال، والانشطه اللي ممكن تعمل فيها انشطه كتير جدا تقدر تعملها. باننا حاليا في شرم الشيخ، كان لازم ناكل اكله سمك. واحده من المحلات او واحد من المحلات المشهوره هنا في شرم الشيخ بيعملوا اكل سمك حلو جدا او اكل بحري، هو اسمه فارس اهو. فارس ده من اشهر الاماكن اللي موجوده هنا في شرم الشيخ، والمحل ليه 3 فروع. فهنيجي نجرب اكل السي فود هنا، ناكل سمك ونشوف نتعشى سمك، لان ده من الحاجات اللي لو جيت شرم لازم تجرب اكلة سمك هنا في فارس. ده المكان اهو. كتير قوي يعني السمكية نفسها كيلو جرام. انا جعان قوي، خلي بالك. انا هقول لحضرتك، احنا دلوقتي لو خدنا السمكيه دي كيلو اهي، ماشي، يطلع لك منها نص كيلو فيه. مش مشكلة، تمام كده كويس. ماشي. وده عامه خليها بوري، تمام. لا هو البوري، هو في بوري اصلا، واحنا بنفلق البوري يا شيف صفي حاجه اقل من كده ماشي. مفيش شعور الكيلو، يا اما لو مفيش خلاص ممكن بوري سنجاري عادي، بوري سنجاري او زيت وليمون عادي. يبقى اول حاجه ان احنا المفروض بننقي السلطات من هنا. بصوا عاملين هنا زي بوفيه سلطات، انا بدخل من هنا بختار من هنا. فده هنا بوفيه للسلطات، تخش تنقي من هنا. في كل انواع السلطات. هناخد اول حاجه، هناخد بابا غنوج، وطحينه، فارس يعتبر اشهر محل سمك هنا في شرم الشيخ. السمك بتاعهم حلو جدا، بيبقى طازه يعني طالع كله من بحر، فدايما السمك عندهم حلو جدا. ليهم اكتر من فرع في شرم الشيخ، تقريبا ليهم 3 فروع. اللي انا فيه ده يعتبر اجدد فرع. ده العيش بتاعهم اهو سخن، هاخد رغيف واحد فقط. بالنسبه لي احلى سي فود تاكله في العالم هو في مصر. ها هو طعمه حلو جدا جدا. ان هي السمكه مشويه دي، طالبها سمكه بوري زيت وليمون. بص شكلها عامل ازاي. برضو اهم حاجه انك تعصر عليها ليمون. من الحاجات الحلوه بقى في مدينه شرم الشيخ هي نظافه شوارعها زي ما انتم شايفين كده.
الشارع فيها نظيفة جدا، مناسبة جدا للمشي. الأرصفة واسعة زي ما احنا شايفين، الرصيف واسع مناسب للمشي. الشارع مش زحمة، فلذيذ فيها جدا فكرة انك تنزل تتمشى بالليل، تتمشى الصبح، تطلع تجري على البحر، تتمشى على البحر. ده الحلو هنا في شرم الشيخ، ان هي مراعين فيها جدا حتة انك تقدر تتمشى في الشارع، لان ثقافة المشي مش موجودة بصورة كبيرة في القاهرة، فموجودة اكتر هنا. زي ما انتم شايفين كده الرصيف واسع، مفيش ناس كتير، الكثافة السكانية اقل بكتير، الدنيا اروق، الزحمة اقل. فلسه مخلصين اكل، نتمشى شوية عقبال ما نوصل على نعمة باي او خليج نعمة. قدامنا تقريبا ربع ساعة او تلت ساعة تمشية، وده يعتبر حاجة حلوة ما بنلاقيهاش كتير في القاهرة. تلاقي كافيهات في كل مكان، زي ادي كافيهات، كافي شوبس، كافيهات ناس بتشرب شيشة، اجانب كتير. اهو ادي الشوارع. الشارع ده يعتبر هو تقريبا الشارع الرئيسي في شرم الشيخ، اسمه شارع السلام، وده يعتبر الشارع الاكبر في شرم الشيخ. يا جماعه مهم، عايزين نزود القناه الفتره الجايه، هنسافر ونلف بلاد كتير. بخطط ل 2026 ان شاء الله تكون سنه اليوتيوب، ان شاء الله احاول ازود فيها عدد المشتركين، وفي نفس الوقت اركز تركيز كبير جدا على صناعه المحتوى. البلاد الجايه مفاجاه، يمكن رحلتي في المغرب كانت من احلى الرحلات اللي انا عملتها، سواء في التصوير سواء التعامل مع الناس هناك. كان شعب لطيف جدا يعني. وبفكر الفترة الجاية مخطط لأربع أو 5 دول، بحاول أخطط شوف هروح فين. عايز أطلع برا مصر، ألف 4 5 دول ورا بعض، أو ممكن 6 كمان. عايز يبقى 3 4 شهور سفر وتركيز بس على صناعة المحتوى، بحيث إن إحنا نقدر نعلي عدد المتابعين والفولورز ونكبر القناة. هجيب عصير دلوقتي، بس بنشوف على حاجة بدون سكر علشان الدايت. كان نفسي في افوكاتو، بس الافوكاتو هنا بيحط عليه ايس كريم وناتس وويبد كريم، فكل دي سكريات وعسل كمان. فهنجيب رمان. شكرا. العصير ده من غير سكر خالص، طعمه حلو. عصير رمان بدون سكر، بس اسعارهم هنا غالية شوية، اكتر من القاهرة بمرتين مثلا 3. يعني كوباية عصير رمان صغير ب170 جنيه، يعني في حدود $3، واللي هو يعتبر رقم كبير قوي على كوباية عصير. الصراحة يعني كوباية عصير 170 جنيه ليه؟ كتير جدا. صناديق القمامة في كل مكان اهو، عشان الريسايكلينج. ده ورق ودي بلاستيك، ودي لو حاجة تانية. احنا اللي معانا دي بلاستيك اهو. يا سلام اهو، بصوا صناديق القمامة في كل مكان عشان ما يبقاش فيه زبالة او حاجة في الشارع. يا جماعة شايفين الانوار اللي هناك دي؟ المفروض ان ده خليج نعمة اهو. تقريبا وصلنا. شايفين منور ازاي؟ شايفين حلو ازاي؟ تعالوا ندخل نتمشى فيه. هندخل نتمشى فيه شوية، فرجكم عليه، بس عايزين نتأكد بس الأول. تقريبا ده خليج نعمة. تعالوا نعدي الأول الشارع. نعدي.
ده خليج نعمة. هو ده حبيب قلبي. ده خليج نعمة هو تقريبا بعد التجديد جددوه، بقالي كتير ما جيتش. فهنا جددوا الممشى، ده ممشى الناس تيجي تتمشى فيه. معرفش ليه الانوار بتعمل كده في الكاميرا، مش عارف ليه الانوار استنوا نطلع بس من الممر ده. المفروض ده كان من اشهر الاماكن زمان في شرم، وعلى ما اظن ما زال يعني يعتبر ممشى الناس تيجي تتمشى هنا بالليل. محلات في كل حته للتمشيه ومطاعم وكافيهات. ده غير كمان في فنادق هنا كتير. فالمكان ده اسمه خليج نعمة. الأجواء لذيذة ولكن الناس قليلة، يعني الأعداد قليلة. السلام عليكم. الممشى فين لو تحت كده؟ اللي باشا والحتت دي كده. اي زبون بيجي يقول لي ليه؟ الاوريجينال بتاعتها مش غاليه اصلا. الاوريجينال بتاعتها بصوا محلات. انت شركة خد تعال. معظم الأجانب اللي هنا روس تقريبا، روس وأوكران، وجاي من المنطقة دي. هتلاقي إن هم تقريبا أكتر ناس أو أكتر جنسيات موجودة في شرم الشيخ هم الروس والأوكران والبيلاروس والحتة دي كلها، لأن الجو بيبقى عندهم برد بيحبوا يجوا هنا عشان الجو بيبقى حر، أو بيهربوا من البرد اللي عندهم بيجوا على شرم الشيخ والبحر الأحمر. بالذات كمان الأسعار هنا مش غالية، تعتبر رخيصة. فمعظم الجنسيات اللي بتيجي هنا هي معظمها روس واوكران، بيجوا هنا عشان يهربوا من البرد في بلادهم، والاسعار هنا كمان بالنسبه لهم مناسبه جدا. حتى هتلاقوا هنا مثلا اسامي المحلات بتبقى مكتوبه بالانجلش او العربي، وساعات بالروسي كمان. اهو ادي الاسامي كلها مكتوبه بالروسي علشان يفهموها. هتلاقي معظم المحلات كاتبه الاسم عربي وروسي وانجلش. اهو معظم المحلات هتلاقيها باللغه الروسيه. خليج نعمة ده بيديني احساس باجواء مثلا، يعني بيديني بالناس، حتى بقى في ناس كبيره في السن جايه روس وكده، بيديني احساس حاسس ان انا في فايب الثمانينات مثلا السبعينات، حتى هارد روك ومعرفش ايه. بحس ان هو قديم شويه يعني. معرفش، انا بحس كده لما باجي هنا، بحس ان انا حاليا في يعني اواخر الثمانينات التسعينات كده. دي هارد روك كافيه، ده تعتبر من معالم هنا شرم الشيخ. هارد روك كافيه اهو. ليه فرع تاني في نبق تقريبا او النبق، الاكبر والاحسن يعني حاليا الاجدد.
برضو الحاجات دي لذيذه قوي. دي كهنه تقريبا، بص شكلهم عامل ازاي، حلوين جدا.